بص كده يا صاحبي، لو لسه بتفكر تشتري موبايل جديد وبتدور على حاجة تدعم الجيل ال 5G، يبقى الفيديو ده ليك انت بالذات. دلوقتي شبكات ال 5G بقت موجودة في مصر بشكل رسمي وسرعتها مرعبة حرفيا، سواء في الجيمنج ولا التصفح ولا حتى رفع الفيديوهات وانت بتعمل محتوى. بس أغلب الناس فاكرة إن الموبايلات الجيل الخامس غالية، وده مش حقيقي. في الفيديو ده هقول لك على أرخص 5 موبايلات 5G في مصر لسنة 2025، وبأسعار تبدأ من 5800 جنيه بس. ويلا بينا نشوف إيه أفضل اختيار ليك في الفئة دي. سامسونج جالاكسي A06 5G، الموبايل ده من سامسونج وسعره في المتناول جدا وبيقدم لك كل الأساسيات اللي محتاجها في موبايل 5G. أول حاجة الشاشة 6.5 بوصة بدقة HD بلس، ودي كفاية للتصفح والمشاهدة. والمعالج هنا ميديا تك ديمنستي 6300، وده بيديك أداء ثابت في استخدام اليوم. والكاميرات الخلفية 50 ميجا بكسل زائد 2 ميجا، والأمامية 8 ميجا. يعني لو بتحب التصوير الخفيف أو بتصور فيديوهات للسوشيال ميديا هيقضي الغرض. والبطارية هنا 5000 ملي أمبير، بتكمل معاك اليوم بكل راحة. ومعاها شحن سريع 25 واط، وسعره حوالي 5888 جنيه. وده يخليه واحد من أرخص الموبايلات 5G في السوق، مناسب للناس اللي عايزة موبايل موثوق بسعر قليل. وتاني موبايل معانا واللي هو ريدمي 13 5G. شاومي نزلت القنبلة دي للناس اللي بتحب التصوير والأداء العالي مع بعض. الشاشة هنا 6.75 بوصة وفول اتش دي بلس بتردد 90 جيجا هرتز، وده بتخلي كل حاجة سلسة. والمعالج هنا سناب دراجون 5G 2، الجيل الجيل الثاني، واحد من أقوى المعالجات في الفئة دي. والكاميرا الخلفية 108 ميجا بكسل زائد 2، وده رقم ضخم جدا بالنسبة للسعر. والسيلفي 13 ميجا بكسل هتطلع لك صور حلوة وألوانها طبيعية. والبطارية هنا 5030 ملي أمبير وشحن سريع 33 واط، يعني مش هتتأخر كتير في الشحن. والسعر هنا حوالي 7050 جنيه، وده ممتاز جدا بالنسبة للمواصفات، ومناسب جدا للناس اللي بتحب التصوير وبتدور على قيمة مقابل سعر. وتالت موبايل معانا واللي هو موتوريلا موتو جي 35. موتوريلا رجعوا بقوة، والموبايل ده بيأكد الكلام. الشاشة هنا فول اتش دي بلس بحجم 6.72 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، وده بيخلي التنقل بين التطبيقات والجيمز سلس جدا. والمعالج هنا يونسكو تي 760، مش الأشهر بس أداؤه حلو جدا على الفئة دي. والكاميرات الخلفية 50 ميجا بكسل زائد 8 ميجا بكسل، والأمامية 16 ميجا بكسل وصورهم كويس جدا جدا. البطارية هنا 5000 ملي أمبير بس الشحن 18 واط، يعني مش الأسرع بس مقبول شوية. والسعر هنا حوالي 7600 جنيه، مناسب جدا للناس اللي عايزة شاشة سلسة وتجربة استخدام مريحة ومختلفة. ورابع موبايل معانا واللي هو سامسونج جالاكسي الام 34 5G. الموبايل ده معمول للناس اللي بتحب الشاشة القوية والأداء السلس. شاشة سوبر أموليد بحجم 6.5 بوصة وتردد 120 هرتز وتجربة مشاهدة خرافية. والمعالج هنا اكسينوس 1280، ممتاز جدا في المهام اليومية والألعاب المتوسطة. والكاميرات هنا 50 ميجا زائد 8 زائد 2 ميجا بكسل، والسيلفي 13 ميجا بكسل. والبطارية ضخمة 6000 ملي أمبير هتكمل معاك يومين كمان. ومعها شحن سريع 25 واط. والسعر هنا حوالي 8888 جنيه، مناسب جدا لعشاق سامسونج والناس اللي بتدور على أداء وشاشة في موبايل واحد. خامس حاجة نوكيا جي 60 5G. نوكيا رجعت بموبايل محترم جدا للناس اللي بتحب الاعتمادية. الشاشة هنا 6.58 الشاشة هنا 6.58 بوصة فول اتش دي بلس، تقدم تجربة مشاهدة كويسة. والمعالج هنا سناب دراجون 695 5G، معالج قوي ومجرب. والكاميرات 50 ميجا زائد 5 زائد 2 ميجا بكسل، والسيلفي 8 ميجا وبتصور صور نظيفة شوية. البطارية هنا 4500 ملي أمبير والشحن 20 واط. الميزة الكبيرة بدعم تحديثات أندرويد لمدة 3 سنين، وده بيخلي الموبايل يعيش معاك أكتر من غير مشاكل أو بطء. والسعر هنا حوالي 9300 جنيه، مناسب جدا للناس اللي بتحب الموبايلات اللي تعيش وتستقر معاها. دلوقتي قول لي في الكومنتات أنهي موبايل شدك أكتر، ولو معاك من 5800 ل 9000 هتختار مين فيهم؟
ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل الترشيحات الجديدة أول بأول. وطبعا لو عاوزين مراجعة كاملة لأي موبايل منهم اكتب لي في التعليقات وهنزل لك الفيديو الجاي مراجعة عن الموبايل اللي هتختاره. أشوفكم في فيديو جديد ويلا سلام.